بما ان التنسيق نزل هقول لك ازاي تنسق وازاي تكتب الرغبات. انا متاكده ان في ناس كتير مش عارفه ازاي تعمل ده او مش عارفه كل حاجه، وانا شخصيا كتبت التنسيق بتاعي غلط. اول حاجه قبل ما تفكر تعمل اي حاجه شوف مجموعك يدخلك كليه ايه، وهنا ممكن تستعين بتنسيق السنه اللي فاتت بحيث ان انت تشوف الرينج كام. يعني مثلا ما ينفعش تكون جايب 80% وتكتب مثلا رغبه اولى طب، كده انت بتستنزف الرغبات. طيب خلاص عرفت تقريبا ممكن مجموعك يجيب لك كليات ايه. تاني حاجه بقى تشوف ايه اكتر حاجه انت عايزها ومجموعك جايبها وتكتبها رغبه اولى المحافظه بتاعتك. تالت حاجه ودي الحاجه اللي انا غلطت فيها، لو الكليه بتاعتك فيها انتظام وانتساب اعمل زي ما هقول لك بالظبط. مثلا انا عايزه ادخل تجاره فهكتب تجاره انتظام اسكندريه، دي رغبه اولى، يبقى اللي بعدها هتبقى تكون تجاره انتساب اسكندريه، وهكذا. مثلا بعد اسكندريه مثلا اقرب حاجه البحيره يبقى هكتب مثلا البحيره انتظام بعدين انتساب، وهكذا. كل الكليات انتظام بعدين انتساب، كل جامعه انتظام بعدين انتساب. لكن الغلطه اللي انا عملتها اللي انا كتبت كل الكليات كل المحافظات انتظام، وبعد ما خلصتهم كتبت كل الكليات انتساب، ودي حاجه عبثيه قوي انا مش عارفه ازاي عملتها، ما تعملوا زيي.